عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده رجعت لكم بفيديو جديد يا جماعه، مختلف عن الفيديوهات القديمه. في فيديو النهارده هشارك معاكم جزء داي ان ماي لايف، هشارك معاكم يوم دافئ ويعني وهو هادي كده بطيء في حياتي في شهر نوفمبر. انا بحب يا جماعه قوي الشتاء، يعني والفايبس بتاعت الشتاء، وان هي بتبقى دايما كوزي ودافيه وبتحسوها يعني كده حلوه قوي. فالنهارده حاسه فيديو مختلف. اتمنى انه يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ودلوقتي يلا نبدا. اول حاجه بقى البنات عملتها اني صحيت الساعه 6، صليت الفجر لان كان عندي مدرسه ساعتها. قمت طبعا صليت الفجر، وبعد كده قرات يعني صفحه واحده من القران. يعني انتم يعني مش لازم تكتروا، مثلا يعني في الورد يومي او كده ممكن تكتبوا مثلا بصفحه واحده الصبح، مش هتاخد منكم 5 دقايق. بس المهم ايه؟ ان انتوا تقراوا اي حاجه يوميا. بعد كده يا جماعه يعني انا بجد، يعني انا ما كنتش قادره اقول لكم ان الصبح بجد كان الجو ساقع جدا، بس انا حاسه ان هو يعني كان شعور حلو. خلاص اكتبوا لي يا جماعه، انتوا بتحبوا الصيف اكتر ولا الشتاء ولا الخريف ولا الربيع؟ فاكتبوا تحت في الكومنتات. انا بالنسبه لي بحب اكتر حاجه الشتاء. وبعد كده يا جماعه بقى انا قرات اذكار الصباح من الكتاب ده، حلو جدا، ما خدوش معايا بتاع 10 دقايق وقراتهم كلهم الحمد لله. حاولوا يا جماعه ان انتوا ايه تسمعوا لي، حتى مثلا ايه لو هتقراوا من الموبايل او في الطريق او كده، بس المهم ان انتوا تقرأوهم الصبح. بعد بقى ما خلصت أذكار الصباح والجانب الديني، خش على سكين كير روتين. الغسول ده من تترا هيدرو يا جماعة، حلو عجبني. ان شاء الله بعمل لكم عنه ريفيو. هو الكمية بتاعته حلوة وكمان سعره حلو. والبشرة الدهنية والمختلطة، وفي سلسلة أسيد عشان يمشي الحبوب وكده. فحاسة لو انتي بشرتك دهنية أو مختلطة هيكون حلو إن شاء الله معاكي. ولو عايزين عنه ريفيو اكتبولي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هعمل لكم عنه ريفيو كامل. المهم ان انا غسلت بشرتي بيه كويس، اسيبه لمدة دقيقة او حاجة على بشرتي وبعد كده بغسله. بعد كده يا جماعة رطبت ده بالكريم من يو يوريتشي بنسينول. الكريم برضو ده حلو، ده يا جماعة فيه سلسليك أسيد وفيه سلسليك أسيد ايه سوري، فيه فيتامين سي، وفيه هيرونيك أسيد للترطيب. وده للبشرة الدهنية والمختلطة، و50 جرام بس. يا جماعة هو سعره حلو، سعره تقريبا 85 جنيه، بس هو حلو وكميته كبيرة. وكمان هو الحلو ان هو يعني بيدي جلو حلو قوي كده للبشرة في ساعتها، ومش بيطلع أي حبوب. فحاسة ان هو حلو فعلا، يستاهل الفلوس اللي اتدفعت فيه. لو عايزين عنه برضو ريفيو اكتبولي تحت في الكومنتات. بعد كده يا جماعة رطبت ايدي بالكريم ده من بانتينول. يا جماعة أهم حاجة في الشتا وهي ترطيب الإيدين، يعني أكتر من مرة يعني في اليوم. حتى لو مثلا لو بتنضفوا بتغسلوا مية أو كده، أو يعني بتعرضوا حتى يعني إيديكم لأي مية ساقعة بعدها رطبوا. وده حلو كمان لأنه يعني صغير فيتحط في الشنطة. بعد يا جماعة بقى رجعت من المدرسة وصليت الظهر ونضفت البيت واتغديت واستريحت والكلام ده كله. كانت حوالي الساعة 4:30، فبدأت معاكم على طول. مصورتش بقى الحاجات دي، بدأت على طول معاكم في المذاكرة. انا كنت بذاكر هنا ساينس، كان يعني عندي جزء الكيمستري وده ابرد جزء في المنهج يا جماعه، انا بجد هعيط منه بس لازم نذاكره. بدات ان انا ايه اخطط على الكلمات المهمه والتعريفات المهمه. استخدموا يا جماعه ادوات متنوعه والوانها حلوه عشان تشجعكم على المذاكره. زي ما انتم شايفين كده، يعني انا عماله اخطط واذاكر. انا طبعا كنت سامعه الدرس قبل كده يعني الشرح تمام. وبعد كده يا جماعه بقى انا باخد كل جزئيه بفهمها لوحدها وبحفظهم في يعني في كراسه بره الحاجات دي عشان بتيجي في الامتحان. ولو في اسئله زي كده صغيره حلوه مهمه جدا. بدات بقى ان انا اقرا الحاجات والاكتيفيتي او النشاط او التجربه اللي هي تحت دي، بقراها كده على السريع وبفهم هي عايزه ايه يعني، وبفهم لو في مكوناتها ايه. استخدموا الحاجات كده برضو عشان لو جت في الامتحان اكون عارفاها. لو في يا جماعه يعني جزء مهم زي كده زي الحفظ ده والحاجات كده، يعني بخططه يعني بلون مختلف او بعلم عليه بكتب جنبه مهمة او كده. فزي ما انتم شايفين بعد كده زي ما قلت لكم الاسئله الصغيره دي حلوها عشان بتاكد الفهم. وبعد ما بخلص الدرس كله زي ما انتم شايفين ببدا حل الاسئله التدريبات اللي على الدرس كله. بحل كل الاسئله، ما تسيبوش ولا سؤال، بالذات الاسئله يا جماعه حلوه. ممكن تحلوه في كراسه بره او تحلوه في الكتاب. المهم ان انتوا ما تسيبوش ولا سؤال غير لما تفهموه وتحلوه. ممكن بعد ما تخلصوا تاكدوا من الجايد انسر او كده، او لو انتوا يعني بتاخدوا مع مدرس، المدرس هيصحح لكم الواجب ده. وبس كده كده ذاكرنا الساينس الحمد لله. بعد كده يا جماعه صليت المغرب ورحت بقى اخد شاور، لاني بجد كنت محتاجه قوي ان انا اخد شاور. فاستخدمت يا جماعه الشامبو ده من الو ايفا. يا جماعه الشامبو ده خطير خطير، وهو مصري يعني سعره حلو جدا. فيعني انصحكم ان تشتروه يا جماعه. مش لازم شاور كل يوم تغسلوا شعركم، اغسلوا جسمكم بس عشان شعركم ما ينشفش. بص، بعد ما خلصت الشاور بقى يا جماعه احلى فقره اللي هي ما بعد الشاور.
اول حاجه بقى انا سرحت شعري كده وعملت له يعني تسريحه رايقه شويه. يعني انا معظم اليوم بلم كحكه او كده حتى بعد ما برجع من المدرسه. واستخدمت يا جماعه الزيت ده من الحبايب، ده زيت جوز الهند حلو برضو انا بحبه. هو يعني كويس الى حد ما، كويس اشتروه مش غالي، وفي نفس الوقت الافكت بتاعه كويس برضو. بعد كده يا جماعه بدات اعمل النايت سكين كير روتين. الخصول ده برضو من تترا هيدرو. يعني زي ما قلت لكم في الاول بتستخدموا دقيقه واحده او دقيقتين على البشره، بتدلكوه كده وتسيبوه دقيقه. بعد كده بتغسلوا بشرتكم عادي وبتنشفوها عادي جدا. بعد كده الكريم ده من ميلانسيلول كريم. استخدموا اي كريم مرطب، يعني انا استخدمت اتنين، انتوا لو ما عندكوش غير واحد بس استخدموه عادي جدا يا جماعه يعني. المهم ان انا استخدمته، انا بحبه قوي برضو الكريم ده يعني يعني دي تانية علبه انا جبتها منه من كتر ما هو حلو. بعد كده يا جماعه حطيت الليب اويل ده والمسك ده. والمسك يا جماعه عشان تاخدوا منه احلى نتيجه واحلى فتره ان هو يفضل ثابت معاكم، يعني حطوا على جسمكم البيبي اويل، بعد كده حطوا المسك او العود يعني على اماكن النبض. بجد يا جماعه هيديكم احلى فتره ثبات، وهيك خطيره جدا، جربتها حتى مع البرفيوم وكده بتبقى حلوه. بعد كده استخدمت دول السبيشال، هما يعني كانوا مجموعة مع بعض، هما يعني برفيوم وبادي لوشن. البادي لوشن مش بيرطب قوي بس برضه هو حلو بيدي ريحة، ولما بيبقوا يعني في نفس المجموعة مع بعض بيبقى الريحة والثبات أقوى. بعد كده يا جماعة الفرح مش هتكمل فهنروح نكمل مذاكرة على التقييمات الإنجليزي. أنا طبعا كنت طبع كتاب، ممكن تكتبوهم في الكراس عادي من موقع الوزارة أو تطبعوا الكتاب، أو لو بيسلموكم الكتاب في المدرسة خلاص. كان ويك 7 يعني لسه نون حلو يا جماعة، الأسئلة كلها حتى يعني من باب الاستفادة ليكم، يعني حتى لو المدرس مش طالب حلوهم انتوا ليكم عشان ممكن تيجي حاجة منه في الامتحان. حلوا الأسئلة كلها، ممكن تحلوها بالرصاص أو بالجاف وكده. ولو في مثلا ما فيش مكان في الكتاب ممكن انتوا يعني تكتبوا وتدبسوا فوق وتدبسوا الورقة في الكتاب. يا جماعة حاولوا ما تراكموش التقييمات وحلوهم أول بأول. بعد كده يا جماعة جيت أقرأ بقى شوية قبل ما أنام عشان أسترخي كده. هنا دي كانت قصص الأنبياء، قصة الأنبياء حلوة جدا، ممكن يا جماعة تقرأوا يعني أي رواية بتحبوها أي كتاب. المهم يعني إن انتوا ايه تقرأوا أي حاجة وخلاص. أنا كده كنت بقرأ قصة سيدنا يونس. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم عشان الكل يستفيد، وتكتبوا لي أفكار جديدة للفيديوهات الجاية. لو عايزين أي فكرة فيديو معينة اكتبوها لي وأنا هعملها لكم إن شاء الله. وبس أشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني، باي.